السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناه هام الخمس نجوم. جاي النهارده عامله لكم تتبيلتين جمال قوي بالوراك، بس اسمى الدبوس عن الكتف الورك. ده بتتبيله وده تتبيله. اي تتبيله فيكم عايز تعمليها بفرخه كامله مفيش منها اي مشكله. دي عامله اللي ان شاء الله ما اجي اسويها معاكم هتبقى عامله زي الكنتاكي، هنعملها بطريقه حلوه كده وهنحمرها برده زي الكنتاكي واطعم واحلى من الكنتاكي كمان. دي عاملاها بالثوم والليمون وحاطه فيها شويه توابل كده والخرنجان مخليها ريحه وطعم ما اقولكوش. مستعجله وعايز تعمليها مثلا قاعدة في التتبيله ساعتين اتنين عشان تشرب من بعضها من التتبيله بتاعتنا. ودي تتبيله شرقيه او تتبيله عاديه بتاعتنا بس مزوده فيها دبس الرمان وشويه توابل برده حلوه كده بتخلي النكهه والطعم يختلف ايه عن بعض. عايز تعملي زي ما انا عامله كده تصنفي تخليها فرخه كامله مفيش منها مشكله. انا كده عملت كده تتبيلتين اتنين قطعت الورك اللي خدنا الدبوس عشان نعمله. شايفين كده معايا ايه؟ نخليه زي كنتاكي كده. بصوا قاعد في التتبيله كده وهنسلقه، هنعمله على البوتاجاز، هنسويه تسويه كده بسيطه، مش هنسلق ولا حاجه بس لازم ايه تسويه بسيطه كده عشان تشرب التوابل برده بتاعت تاكلي مثلا الورك كده يبقى طعمه حلو. وهنحمره بطريقه حلوه قوي. وديت برده اللي هو الحته بتاعت الورك قطعناها شرايح من هنا ونضفناها من جوه ومن بره وعملناها بالتتبيله زي ما انتم شايفينها كده. زي ما صلحت بطاطس تعملها على شوايه في الفرن، تحت منها شويه رز بسمتي او رز عادي، اي حاجه عايز تعملها وتصنفيها تعجبك باذن الله. ان شاء الله عشان مع بعض ان شاء الله عملنا التتبيلتين ازاي هيعجبوكم جدا. التتبيلتين احلى من بعض، الليمون والخرنجان والخل والثوم. ودي تتبيله الشرقيه بتاعتنا او التتبيله الجميله جدا هتعجبك قوي. بس تعملي لك وشوفها كل جديد عشان مع بعض ان شاء الله. التتبيلتين عملناهم ازاي بطريقه بسيطه جدا والاتنين طعمهم حكايه. وان شاء الله من غير مقاطعه باذن الله يوم ساعه ما اجي اسوي الكتف الورك او الدبوس ان شاء الله هنعمله مع بعض واوريكم بقى هنسوي ازاي الوراك وهنسوي ازاي بطريقه حلوه قوي ان شاء الله. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده تتبيله حلوه قوي معانا للوراك. عامله فاصله الوركه عن الكتف بتاعها، يعني ده اكله وده اكله. تمام. الحاجه طبعا حاجه في الغالي قلنا بقى ايه ندبر مع بعض كده نعمل شويه اكلات حلوه وبسيطه وسهله. عايز تعملي وركه على بعض اعملي، عايز تعملي زي ما انا عامله كده تفصلي الكتف الوركه عن الكتف بتاعها كده او تعمليها على بعضها مفيش منها مشكله. تمام. هنا عندي مجموعه من الكتاف ومجموعه من الوراك. اول حاجه مع بعض هنعمل مع بعض تتبيله الكتف بتاع الورك. فنتبله ازاي ونعمله بعد كده تعمليه ان شاء الله. ما اجي اعمله هطلعه هعمله على صينيه بطاطس بطعمها حلو قوي لما بتتبليه وتسيبيها فيها بيبقى طعمها حلو جدا. واقول لكم تتبيله دبيس الفراخ برده حلو قوي بتبقى طعم زي طعم الكنتاكي كده برده بسيبها في التتبيله ديت. بقول لك هقول لكم طريقه ليها وانا بشوحها مش بسلقها بس انا بسويها بطريقه كده معينه واتبلها وبحمرها تبقى زي كنتاكي بالظبط كده. بقى نشوف مع بعض ان شاء الله تتبيلتين عاملين ازاي بسيطه جدا وطعمهم حلو جدا ولذيذ جدا. كده اول حاجه هنتبل معانا الوراك بتاعت الكتف بتاع الورك. شوف هنتبله ازاي. هنا معانا هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا طبق. تمام. حاطه هنا ليمون ده كان مطروحه هريسه شطه. تمام. هنا حاطه معلقتين من الليمون. هنزل معايا تتبيله حلوه قوي تعجبك. معلقتين من الخل، خل وليمون. والاحلى بقى مع التتبيلات الجميله دي اللي خل وليمون حطي معاهم دبس الرمان بيبقى في فرق جامد في الطعم. تمام. دبس الرمان مع الليمون مع الخل بالمنظر ده كده. عايزه تخليها سبايسي عايزه تخليها تكون حرقيتها بسيطه دي حاجه ترجع لك انت. تمام. طبعا عندك هريسه شطه، لو مش عندك ممكن قرن شطه عادي مفيش منها مشكله. هنزل معانا معلقه من هريسه الشطه. هبدا اقلب بقى ايه الحاجه بتاعتنا دي كده كلها مع بعضها. ده هنا بصل مفروم. هنزل معايا كده قيمه بصل، يعني بصلايه كبيره مفرومه بالمنظر ده كده بيدي طعم حلو قوي معاكي. انا بصله بصل يعني بكميه عشان في برضه تتبيله تانية انا هعملها. ومعايا بشر طماطمايه. هبدا بقى اقلب البصل مع دبس الرمان مع بشر طماطمايه. الطماطمايه دي بشرها وممكن تضربها في الكب عادي مفيش منها اي مشكله. تمام. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا بسيطه جدا. هي عباره عن هنا بابريكا مدخنه، فلفل اسمر، خرنجان اللهم صل على النبي، بهارات فراخ مشكله بكركم بيطعم حلو قوي. كركم مع البابريكا مع الصويا صوص مع الخل بيدي طعمها حلو مع معلقه كبيره من الملح حسب الكميه اللي هتعملي بيه. هنزل معانا بالتتبيله بتاعتنا دي كده وابدا اقلب كله مع بعضه.
عايزه تضيفي معلقتين صلصه مكان بشر الطماطم اللي انا حطها حطي عادي، بس انا ايه هكتفي بدول كده. تمام. الريحه ما اقولكوش حلو قوي. هنا بقى هجيب الوراك بتاعتنا، انا غسلناها ونضفينها خالص من كده. وبصوا هنا بيبقى في حته كده حمرا هنا كده عند العظمه من هنا كده، دي تشيليها عشان دي بتزفر معاكي ريحه الفراخ. تحاولي بايدك كده تخلعيها تطلع معاكي وتبقى العظمه نضيفه ما فيهاش اي حاجه. وانا شقه ايه الوراك كده هبدا، هي طبعا التتبيله بتاعتها هبدا ايه احشي معايا الورك كده من هنا. بصوا انا شايلاها في كل الفراخ اهيت، الحته دي كده في حته زي ايه زي الكلاوي كده، دي بتصفر معاكي الفرخه. اهم حاجه تشيليها وتغسليها بالدقيق وبالخل. تمام. واعمل فتحات كده صغيره وابدا اتبل. ممكن تحطيها على صاجه، تاخدي ورك كده على صاجه الفرن وترصيها تحت منها وتحت منها صينيه، وممكن تشويها بالتتبيله الجميله دي. وممكن تروحي مقطعه بقى شويه بطاطس كده وشويه التتبيله بتاعتنا اللي احنا حاطينها في الفراخ دي، تروحي ايه حطها فيها. تمام. والحاجه الوحيده اللي بتزفر معاكي الفراخ يا جماعه اللي بتوك عليها الايه الحته انتوا تشيلوها من ورا دي. تمام. ابدا بقى ادخل ايه كده، نوسع على نفسينا عشان تشرب من بعضها وتبقى ايه طعمها حلو. زي ما قلت لك، عايز تعمليها صينيه فراخ اعمليها، عايز تعمليها تشويها انا كان ان شاء الله ما اجي اعملها معاكم هعمل تحت منها ايه بطاطستين كده اقطعهم وتحطيها ايه فيه. ادي اول ايه تتبيله تتبيله معانا، تتبيله إيه هيكل الورك بتاع الايه الفرخه بتاعتنا. تمام. شوف بقى هنتبل بقى دبيس الفراخ بطريقه برده حلوه قوي هنشوفها مع بعض باذن الله. كده بقى هنا الوراك بتاعتنا بقى احنا تبيناها. شوف بقى الوراك بقى انا شقاها بصوا بالسكينه بالمنظر ده كده، بصوا مقطعه بالمنظر ده كده. هجيب بقى الطبق بتاعنا اهوت. تمام. هقول لكم بقى ايه هنعمل برده تتبيله بسيطه كده للوراك دي، وهقول لكم انا باجي اسويها هقول لكم اسويها ازاي باذن الله. تمام. هنا معايا بصل مفروم كده. تمام. هنزل معاه فلفل اسمر وحبه يعني معلقه ونص كده الملح صغيرين، ونقطه خل، معلقه خل، ونعصر ليمونه. تمام. ليمونه واحده بس. الليمونه مع الفراخ دي بتدي طعم مميز حلو قوي. ماشي. ايه ليمونه، يبقى انا حطينا ملح وفلفل وحب معلقه من الخل وليمونه ايه كبيره بالمنظر ده كده بعصرها بالمعلقه عشان ينزل اي تفلي فيها ولا اي حاجه. المنظر ده كده. هبدا بقى ايه بايدي وابدا، وهنزل معايا بحيد معايا فصين من الثوم كده فرماهم. ادعك الفلفل الملح مع الفلفل مع فص الثوم مع الخل بالليمون بيبقى حكايه كده. نزود شويه فلفل كمان، بيبقى الفلفل فيها بيبقى زياده شويه، دي نكهه الكنتاكي كده وتبقى اطعم واحلى كمان. تمام. عايزه برضو تخليها يعني فيها نسبه شطه صغيره، هنحط معلقه صغيره ربع معلقه صغيره كده من هريسه الشطه، ونبدا برضو ايه نقلب. وهنزل معايا بمعلقه من الخرنجان وبابريكا مدخنه وايه وتوم باودر على بصل باودر، الاتنين على بعض. تمام. وهننزل مع بعض بايه بحبه جنزبيل برضو، ومعلقه صغيره من الجنزبيل بيدي طعم حلو قوي. الجنزبيل مع الليمون مع فص الثوم حكايه. هبدا بقى ايه اقلب كده، ريحه تحفه بسيطه خالص. التتبيله دي مش حاطين فيها اي حاجه خالص. هجيبها معايا اجيب الوراك كده وابدا احطها ايه من الفتحات اللي احنا عاملينها هنا كده. عايز تعمليها في نفس اليوم اعمليها، بس بتسيبها ايه في التتبيله دي كده شويه. وما نيجي نسويها برضو هقول لكم تسويتها بطريقه حلوه قوي. انا ما بسلقهاش، بس انا ايه بديها يعني ايه 3/4 سوا، بس بيبقى في ايه على البوتاجاز من غير ميه من غير اي حاجه. بصوا كده اهي. اهم حاجه بس تعملي شقه كده للورك عشان تطعم معاكي اللحمه من جوه وعلى الجلد من بره. المنظر ده كده. واجي الوراك ايه بتاعتنا، وادي احنا عملنا تتبيلتين 2 تحفه
تمام، وبساط جدا، ويبقى طعمهم جميل جدا معاكم حسب بقى الكميه اللي انت بتعمليها. تمام كده بقى هنجيب مع بعض كده تتبيله بسيطه جدا وسهله جدا. بصل، ليمون، خل، حطيت فلفل اسمر ملح، دعكت فلفل اسمر مع الملح مع الخل مع الليمون، ورحت حازمه بالبابريكا والجنزبيل والخرنجان وفصين من الثوم، دعكته كله مع بعضه، ومعلقه الشطه حسب الرغبه لو انت بتحبها ايه سبايسي شويه. هنروح دعكين في الوراك بالمنظر ده كده، ونسيبهم في التتبيله في الاكياس او سيبهم ساعتين 3. ولما اجي اعملهم باذن الله هطلعهم وراكم عملتها ازاي وهنحمرها مع بعض، وتبقى طعمها حلوه جدا واحلى من كنتاكي واطعم من كنتاكي كمان. كده بقى احنا خلصنا التتبيلتين بتوعنا. دي تتبيله هيكل الورك بالتتبيله الشرقيه او التتبيله العاديه بتاعتنا خالص، في شويه تكه كده تتبيله دبس الرمان طعمها حلو قوي. وده تتبيله الكنتاكي بس بتتبيله بالليمون والوراك بالليمون والثوم والخل، حلوه قوي قوي قوي. جربيها ان شاء الله تعجبك باذن الله. وان شاء الله وانا بسوي الاكلتين دول هقول لكم ان شاء الله هنعمل دي ازاي وهنعمل دي ازاي. احنا كده بس بنجيب الفرخه بتاعتنا وبنقسمها. انا قلت اعمل معاكم تقسيمتين 2 كده للفراخ بتاعتنا. عايزه تعملي فرخه كامله بنفس التتبيله دي تبقى جميله جدا. عايزه تعملي برده فرخه كامله بتتبيله الليمون وبالليمون والثوم والخرنجان تحفه برضو. عايزه تعملي زي ما انا منصنفه كده صنفي، عايزه تعملي فرخه بحالها مفيش منها اي مشكله. يا رب يكون ان شاء الله التتبيلتين 2 عجبوكم باذن الله. تعملوا لايك وشوفوا حاجه مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.